الكرد في أفغانستان. أكد كردي أفغاني أثناء زيارته لمعرض صور يعرض تاريخ نضال الشعب الكردي في مكتب ممثلية إقليم كردستان في العاصمة الأمريكية واشنطن أن مئات الآلاف من الكرد يعيشون في أفغانستان. محمد نادر مواطن كردي أفغاني عندما رأى المعرض في واشنطن تذكر تاريخ هجرة بعض الكرد إلى أفغانستان، وقال في تصريح لكردستان 24: الكرد هاجروا إلى أفغانستان منذ مدة طويلة من الزمن. وأضاف: الكرد كانوا يديرون السلطة في أفغانستان خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد، لكن الشعب الكردي قدم إلى أفغانستان بالتحديد في فترة حكم أحمد شاه عبدالي واستقروا هناك. وتابع: آمل أن تتعرفوا على أخوتكم الكرد الذين يعيشون في أفغانستان وأن تتابعوا أحوالهم عن كثب، مشيرا إلى أنهم ومنذ سنوات عديدة بعيدون عن أبناء جلدتهم وقومهم. وأشار إلى أن حوالي 350 إلى 385 ألف كردي يعيشون في أفغانستان، وكلهم نسوا لغتهم الكردية.